السلام عليكم البنات. غادي نصوبوا من بعضياتنا هاد البريوات او البسطيلات معمرين باللوز كيجيو معلكين. سمعوا لي التقرميشه رائعين، كيجيو معلكين من الداخل. كذلك الطريقه راها سهله ودغيا كيوجدوا. نبداو على بركه الله. بالنسبه للوز هنا عندي 400 غرام، 200 غرام مسلوقه و200 غرام مسلوقه ومقليه في الزيت. كنحطوهم جانبا. غنحتاج هنايا الزبده، ولكن غنقول لكم شحال هزات ليا في الاخير. عندي سكر سنيده 100 غرام وما زهر حتى هو. غنقول لكم شحال غادي ندير. عندي واحد الحبه ديال المسكه، وغنحتاج القشره ديال البرتقال كتكون معسله اولا غير زيت دو سيترون حامضه كتحكوا ليها القشره ديالتها اللي متوفر. غادي نبداو باش نطحنوا. سولتوني في لا فيديو ديال الشباكي وسلو على فين طحنت اللوز ديالي. انا اللوز دائما كنطحنوه في هنايا، غير كنطحنوه هو باقي سخون باش دغيا كيطلق ليا الزيت ديالو. اول حاجه بديت باللوز اللي مقلي، قسمته على جوج باش يسهل عليا، لان عندي هذه غير صغيره. كنهرمشو ما كنطحنوش كيف ما شفتوا، غير كنهرمشو هكا يجيني رقيق. طحنت الاول ودابا طحنت الثاني على هذا الشكل هكا كيجي مهرمش بحال هكا كيف ما تيبان لكم. غادي نطحن دابا بالنسبه للوز اللي مسلوق 200 غرام ديال اللوز اللي مسلوق، حتى هو غادي نديرو على جوج دفعات. غنطحن الاول وغادي نطحن الثاني باش هكا نتحكم فيهم. غادي نزيد معاهم المسكه الحره حبيبه. غادي نزيد كذلك السكر سنيده، وغادي نطحنهم حتى كنحصل على بودر اولا هكا كتجيني عقده ديال اللوز معلكه. البنات الا بغيتو تسلقوا اللوز ديالكم ما تديروش في الماء وتغليوه، ولا غير غليو الماء بوحدو. ضيفوا اللوز ديالكم خليوه تيرطب وصفيوه ونقيوه. شتو من بعد ما طحنتو يعني هكا جا معلك. هنا غادي نزيد ليه معلقه ديال ما زهر، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال ما زهر ومعلقه صغيره ديال الزبده في كل 100 غرام، حيت هنا اللوز راني قسمته على جوج. هذا اللي مسلوق. غادي نعاود نطحنوه من جديد حتى كيبان ليا انه طلق الليدام ديالو تعلق مزيان. غادي نضيفو على الاولاني اللي كنت هرمشتو، وغادي نزيد الكميه الثانيه اللي بقات ليا حتى هي غادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الزهر مع معلقه صغيره ديال الزبده. المهم الزبده كتبقى على حسب الزيت اللي طلق لكم اللوز. صافي كنعاوتاني كنطحنوه من جديد حتى كيندمجوا كيولينا عقده ديال اللوز هكا معلكه. غادي نضيفها على بقيه الخليط. وهنا غادي ندوزو باش اننا غادي نزيدو قشره ديال الليمون كيف ما شفتوا معسله قطعتها رقيق. انا استعملت 4 ديال الطروفه بحال هادو، 4 اللي درت. لما عندكمش كديروا غير حامضه محكوكه، القشره ديال الحامض محكوك. هنا غادي نبدا نجمع وغادي نشوف كان خاصني الزبده راه غادي نزيد، ما خاصش ما غاديش نزيد. فينالمون ما زال حتى شي حاجه ديال الزبده، يعني غير هذاك جوج معالق اللي زدت صغارين، يعني معلقه وحده كبيره وصافي. هنا كنبدا نعبر في العقده ديالتي. كل حبه كتوزن 20 غرام، وكنكورهم على هذا الشكل هذا. كنحطهم جانبا وغنغطيهم بالبلاستيك غذائي باش ما ينشفوش ليا. مباشره كناخذوا ورقه ديال الفيلو. ورقه ديال الفيلو يا البنات كنتنيها هنا عندي 6 ديال الورقات، غادي نتنيها على 4 بالعرض ديالها. شفتوا كنتنيها على 4 بالعرض ديالها. غادي نقطعها من الجوانب باش نحلها على هذا الشكل هذا من جوج جهات، ومن بعد غادي نتنيها بحال الشكل ديال المثلث كيف ما غيبان لكم في لا فيديو، باش يعطيني مربع مقاد، يعني تيكون فيه 12 سنتيم على 12 سنتيم. الطرف اللي بقى ليا غنقسمو على جوج، راه هو هذاك نفس العبار 12 سنتيم على 12 سنتيم. كناخذوا جوج ورقات كنديروا وحده من فوق وحده، وهنايا غادي ندهنوا بالزبده. بطبيعه الحال ديروا الزيت الا بغيتو، مي انا كنفضل الزبده في ورقه ديال الفيلو. الوسط البنات ما كندهنوش باش ما تقطعش لينا، من بغيو نهزوها ما لقاوش لصقات لينا في سطح العمل. غادي نبدا هكا نلفهم اولا كنغلفهم بداك الورقه وكنعاون بالزبده. بانت لينا شي حاجه زايده راه كنزولوها من الفوق باش ما تجيناش غليظه، وكنعاونوا بالزبده. وفي الاخر غادي ندير لهم واحد الدهنه خفيفه بالزبده وكنزينوهم باللي عندنا. انا هنايا درت فوق منهم قرقاعه. لكم الاختيار اللي متوفر عندكم كتزينوا به من الفوق، ولا حتى حبه ديال اللوز اللي بغيتو. دائما كنحط جوج ورقات كندهن غير الجوانب، ما كندهنش الوسط. كنحط الحبه ديالتي ديال العقده ديال اللوز اللي هكا جمعتها مكوره، وكنبقى نغلف. وكل مره كندهن بالزبده كل مره باش كنجمعهم مزيان. غادي نديرهم في صينيه الفران. وهنايا بالنسبه اللي غنزينهم بقشره ديال الليمون حتى هما نفس الطريقه. كنديروا جوج ورقات كنغلفوا العقده ديالتنا، وغادي ندير قشره ديال الليمون من الفوق. ما تبقى لي خليته هكا عادي حتى الاخر، وغادي نوريكم كيفاش زينتهم. دخلتهم الفران مسخن من قبل على 180 درجه، خداو التحميره ديالتهم، خرجتهم هما سخانين. كنسقيهم بالعسل اللي تيكون بارد، العسل ما كنسخنوش، هما تيكونوا سخانين. من بعد ما سقيتهم مزيان، هنا عندي نكهه ديال البيستاج، وهنا عندي اللوز كل كاسي كنخلطهم مع بعضياتهم باش كيعطيوني هذاك المنظر ديال البيستاج.
ولكن هو راه غير اللوز. هنا عندي هاد الوريقات ديال الورد ديال الزين راه كيتباعوا في المحلات التجاريه اللي كيبيعوا هادشي لوازم ديال الحلوى. بالنسبه للذهب دائما كتسولوني على اوراق الذهب، هذا البنات كناخذوهم من ليدير، راه كيكونوا في البلاصه اللي كيبيعوا فيها جيلي كيكون فيها هكا لي سكر كلاصي و الخميره د الحلوى وداكشي والدقيق راه كاينين تماك. هنا كنزين ان بارتي زينتهم بهذاك اللوز كولكاسي اللي لونته باللون ديال البيستاج، والاخر زينته بالورد. وهذه اللي فيها الكركاع درت لها هكا شويه ديال الوريقات ديال الذهب كتزين، وتيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كيجيو رائعين البنات معلكين، المذاق زوين سيرتو بالليمون، غير جربوهم وردوا عليا. واللي ما عندهاش هكا قشره ديال الليمون معسل كتعوضها بالحامض كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.